أهلا بكم. ضيف بلا قيود اليوم أحد أبرز زعماء المعارضة البحرينية. تزعم الخط الداعي إلى الإصلاح مقابل الخط الداعي إلى إسقاط النظام. كانت حركته الأكثر تمثيلا في البرلمان قبل أن تنسحب منه بعد أحداث دوار اللؤلؤة العام الماضي. أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أسأله في بلا قيود اليوم عن جدية الوفاق في الذهاب إلى حوار وطني عن مستقبل البحرين في ظل الحديث عن حالة اتحاد مع السعودية، عن انتمائه وولائه وعلاقته بإيران. شيخ علي سلمان أهلا بك. تحدثت عن أن الأمور في البحرين وصلت إلى نقطة اللا عودة، ما الذي تعني بهذا الكلام؟ يعني بفكرة اللا عودة بأن الشعب البحرين لن يتوقف في هذه المرحلة في ثورته وانتفاضته، وإنما سيستكمل هذه الثورة والانتفاضة وصولا إلى المطالب التي رفعها في بدايته، فضلا عن أن يعود إلى ما قبل هذه الثورة في طبيعة النظام السياسي الذي يشكل فيه الحالة الشعبية مجرد وجود على الهامش، بينما تتحكم أسرة واحدة في كل مجريات الأمور عن طريق يعني جلالة الملك وعن طريق بقية أفراد الأسرة. نعم. ولكن ما تتحدثون عنه تصفونه باستمرار للثورة كما تقولون. يقول البعض إنه يأخذ منحا عنفيا أكثر فأكثر. نحن نرى قنابل مولوتوف أكبر بعدد أكبر، نرى تكسير للسيارات، اعتداء على قوات الأمن بشكل أكبر، نرى الشعارات أيضا أصبحت سقفها أعلى من النقطة التي انطلقتم من عندها، وبالتالي مسار اللا عودة هل يعني تصعيد الحركة الاحتجاجية في الشارع؟ مسار اللا عودة يعني التمسك بالمطالب الإصلاحية متمثلة في تحقيق ملكية دستورية حقيقية، تتضمن هذه الملكية نظام ديمقراطي حقيقي يستمع إلى صوت الشعب في من يريد أن يكون رئيس وزراء له، ويستمع في صوت الشعب في المجلس الذي يجب أن يمثله تشريعيا ورقابيا. ليس هناك من تطور عنيف، هناك بعض الأحداث العنيفة التي تحدث ولكن مساحتها محدودة. الحدث الأكبر طوال 16 شهر من الانتفاضة والثورة هو حدث سلمي وبشكل ممتاز، يعني يفوق سائر ثورات الربيع العربي في ناحية الانضباط بالسلمية. أكثر ما يمكن أن تدعيه النظام بأن هناك سقوط إلى 3 شرطة، بينما سقط من المجتمع أكثر من 100 قتيل، وكل يوم يسقط قتلى من المجتمع. فأعتقد أن هذه الموازنة فقط ستبين أن أيضا شباب يحملون قنابل مولوتوف في الشارع. الحكومة تحدثت عن ضبط كمية من المتفجرات منذ أيام، قالت إنكم استخدمتموها من حزب الله اللبناني. لم تقل طبعا إننا استخدمناها، وإنما يدعون ذلك. نحن في القوى السياسية نرفض العنف مطلقا من أي جهة كانت، وهذا موقف مبدئي من قبل انطلاق الانتفاضة مع كل مفاصل الانتفاضة، بالرغم من العنف المضاد أو العنف التي تستخدم الدولة، والذي نرى أن ضحاياه يفوق عشرات المرات ما تدعيه الدولة من ضحاياها. هل يعني ذلك أن من يقومون بالعنف في الشارع البحريني اليوم أنتم تتبرؤون منهم؟ خلينا نحط الصورة بهالحدود. يعني الموجود هو استخدام قنانيل المولوتوف في مواجهة رجال الأمن، وهذه تقوم بها مجموعات شبابية محدودة. أكثر من مرة أدنا هذا العمل ووجهنا إلى عدم القيام به، ولولا هذا النصح وهذا التوجيه وهذا الخط لكانت البحرين انزلقت منذ زمن طويل إلى حالة عنف حقيقي وليس هذه الشكلية. طيب أنتم مدعوون إلى الحوار، دعيتم مرارا وتكرارا إلى الحوار، ولكن الآن هناك دعوة إلى الحوار، قلتم إنكم ستشاركون بها، ولكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ لا توجد دعوة حقيقية للحوار. هناك بعض التصريحات الإعلامية الفضفاضة العامة التي تتكلم عن أن الحوار في البحرين مستمر من 2001 حتى الآن، وهذه ليست لها أي مصداقية في الأرض. نحن أعلنا سابقا ونعلن الآن نحن على استعداد إلى الذهاب إلى حوار وطني بدون أي شروط من أجل التفاوض ومناقشة موضوع الإصلاح السياسي الذي يتطلب هذه المرحلة والذي يتمثل في مطالب. نعم. ألم تضع وثيقة المنامة كشرط للجلوس إلى طاولة الحوار؟ وثيقة المنامة يعني أنت لما تريد أن تروح إلى حوار شو رؤيتك؟ هاي رؤيتي. وثيقة المنامة تشكل رؤيتنا إلى ما يجب أن يكون الإصلاح. مبادئ التي أعلنها ولي العهد تشكل رؤية
ممكن الانطلاق منها. تقرير السيد بسيوني وتوصيات جنيف، هذه وثائق صارت وثائق يعني وطنية ملزمة إلى الجميع، أو على الأقل وثيقة المنامة تشكل رؤيتنا. مبادئ ولي العهد المفترض أنها تشكل رؤية النظام. تقرير بسيوني النظام قال أنه سيلتزم بتنفيذها. توصيات جنيف المجتمع الدولي يريد أن تنفذ. المفترض أن ينظر في كل هذه الأمور ويوضع برنامج متوافق عليه لتنفيذها، لأنها أساسيات. ولكن يعني الحكومة تقول إنكم تضعون شروط تعجيزية، هذا على الأقل ما قالته الوزيرة سميرة رجب. الحكومة تتحدث بهذه الطريقة لأنها ليست جادة في الحوار، فتلقي فشلها في إجراء هذا الحوار على المعارضة. أنا أعلن الآن باسم المعارضة ليس لدينا أي شروط مسبقة للقيام بهذا الحوار. وماذا عن اشتراطكم أن تجلسوا أو أن يكون الحوار حصريا بينكم وبين الحكومة ولا يكون طرف آخر هناك على الطاولة؟ نحن أكدنا بأن الحوار يجب أن يشمل جميع فئات المجتمع وجميع قوى المجتمع، وفضلنا ولا زلنا نفضل الطريقة الإيرلندية التي اتخذت في لقاء الحكومة بالأطراف المختلفة لتقريب وجهات النظر، بدل أن تلتقي هذه الأطراف المختلفة وهي لا زالت بعيدة وجهات النظر مع بعضها البعض. وهذا ليس شرط، هذه تفضيل لطريقة معينة، ولكن بالمحصلة النهائية نحن مع الحوار، سواء كان الحوار الذي يلتقي فيه المعارضة مع النظام أو الحوار الذي يجمع أطراف مختلفة. من يسمعكم تتكلمون بهذه الطريقة سيد سلمان يقول يعني أنه لا فرق بين ما تقولونه وما قاله ولي العهد وما قاله أكثر من طرف حكومي. إذا كان هذا خطابكم العلني والضمني في نفس الوقت، فلماذا إذن يحدث ما يحدث في البحرين؟ يحدث لأن الحكومة ليست جادة في إجراء الحوار، تتحدث عن الحوار فقط تحت الضغط الدولي والضغط الإعلامي عندما تسأل، وإلا من يملك قدرة إجراء هذا الحوار هي الحكومة. الحكومة إذا حددت موعد إلى حوار وطني حقيقي وجاد وصادق من أجل نقاش هذه القضايا التي يرفعها شعب البحرين كأحد شعوب المنطقة التي تطالب بالحرية والديمقراطية، ولكن عندما دعيتم إلى الحوار سيد سلمان سحبتم منه العام الماضي. لم ندعى إلى حوار، دعينا إلى حفلة كرنفال حضرها 300 من مؤيدين الحكومة وكنا 20 شخص، وذهبنا إلى هذه الحفلة وتبين في هذه الحفلة ومن ثم المجتمع الدولي جميعا اتفق معنا بأن هذا لم يكن سوى مهرجان لا علاقة له بالحوار المطلوب. وهذا إذا تكرر مثل هذا الأمر سيقود إلى الفشل. إذا أنتم تشترطون عناوين يعني محددة للجلوس إلى طاولة الحوار، لأنه عندما طرحت الحكومة الحوار قلتم إنه مهرجان أو مسرحية، وهذا ما انتهى وهذا ما اكتشف. يعني لسنا نحن من نقول، المجتمع الدولي كله يقول، كل الناس تقول، من حضروا هذا الحوار كانوا يقولون ليست أكثر من مسرحية، القرارات تتخذ في القصر. نحن هنا فقط نقول لماذا لا تتحاورون إذا مع القصر؟ يعني أيضا هناك كانت مبادرة من ولي العهد. هذا ما ندعو له، أن نتحاور مع من في يده القرار من أجل الوصول إلى حل سياسي جدي وحقيقي يستند على المثل الإنسانية التي أصبحت لا جدل حولها. الشعب مصدر السلطات لا جدل حوله، حق الشعب في انتخاب حكومته لا جدل حوله، حق الشعب في برلمان يمثله لا جدل حوله. أنتم تعتقدون أن ولي العهد البحريني لا يريد الجلوس معكم إلى طاولة الحوار؟ ليست القرار بيد ولي العهد البحريني، هناك أسرة تتخذ قرارها بطريقة خاصة في داخلها، تتنازع أطراف متعددة في داخل هذه الأسرة، يأتي محصلة بعد ذلك القرار. ليس ولي العهد هو مسؤول عن عدم الجلوس في القرار لأنه ليس صاحب القرار. وهل المعارضة أيضا متفقة؟ يعني إذا كان هناك أسرة حاكمة فيها أكثر من وجهة نظر حول موضوع الحوار كما تقول، إذا سلمنا جدلا بهذا الكلام، فهل المعارضة أيضا متفقة على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار؟ لأن هناك معارضة تدعو إلى إسقاط النظام في الشارع. هناك معارضة لا تؤمن بالحوار مع هذا النظام، نتيجة إلى أن هذا النظام جميع حواراته السابقة كانت تقود إلى لا شيء، والحوار أو شكليات الحوار التي كانت يمكن أن تصل إلى بعض النتائج البسيطة كان لا يلتزم بها. فهناك شريحة من المعارضة تعتقد بهذا النظام غير صالح ويجب استبداله، وهي تنادي بإسقاط النظام. ولكن القوى السياسية المعارضة الممثلة في الجمعيات الخمس أو السبع ومن ضمنها الوفاق تقول بأن الحوار هو الطريق الطبيعي لإيجاد حل إلى موضوع البحرين وإيجاد توافق سياسي يحقق مصالح جميع الأطراف في البحرين من أجل بناء هذه الدولة. نعم. سيد سلمان، قلت في إحدى خطبك إن النموذج المغربي كان الأكثر نجاحا في معالجة طموحات الشعوب العربية بمبادرات سياسية، واستندت في ذلك إلى أن مبادرة الملك المغربي إلى تغيير الدستور وتقاسم السلطة مع حكومة منتخبة هدأ الشارع. هذا ما تسعون إليه صفقة؟ أنا أعتقد بأن ما حدث من
جلالة الملك المغرب كان خطوة سياسية ناجحة. ولو لم يقم بهذه الخطوة السياسية فتصوري أن هناك أكثر من 35 مليون، وهناك فقر منتشر، وهناك مطلب سياسي سيدعي بأنه قادر على إصلاح هذا الأمر. كان ممكن أن تذهب المغرب إلى النموذج التونسي، وممكن أن تذهب إلى النموذج المصري بمعنى إزاحة الملكية بالكامل. ولكن هذه المبادرة الملكية المغربية استطاعت أن تقنع القوى السياسية المغربية ومن خلفها قوى شعبية بأن هذا تطور سياسي مقبول لهذه المرحلة، وهو ما افتقدناه في البحرين. ولو كانت هناك مبادرات. هل ترى أن ما يجري الآن في المغرب هو فعلا ديمقراطية؟ لأنه حركة 20 من فبراير لا يعجبها ما يجري، وتقول إنه يعني عملية تقاسم للسلطة لا تراعي المعايير الديمقراطية. هذا ما تريدونه في البحرين؟ طبعا يجب احترام حركة 20 فبراير أو أي رأي معارض يختلف عنه، ولكن الشعب المغربي أعتقد أنه ذهب لصناديق الاقتراع بأكثر من 50%، وبالتالي يشكل أغلبية. أنا أعتقد حتى من ذهب إلى صناديق الاقتراع يطمح في ديمقراطية أكثر، يطمح في يطمح في رؤية. معنى ذلك أنكم تؤمنون بالصندوق. يعني عندما كنتم تمثلون 18 عضوا في البرلمان البحريني من أصل 40، يعني ما يقارب نسبة 50%، لماذا لم تكن هذه ديمقراطية عندها؟ كنتم شركاء في العملية السياسية لوقت طويل. الآن ما الذي جرى؟ لأننا في الوقت الذي نشكل 18 مقعد من 40 نشكل 65% من الأصوات، وهذا أول الخلل في العملية السياسية، لأننا نشكل 18%. صوتنا وقراراتنا ومحاولاتنا للتغيير من الداخل ملغية، لأن أنت مواجه بأغلبية شعبية تمثل أغلبية برلمانية، ثم مواجه ب40 شخص معين لهم نفس الصلاحيات، وهي المشكلة الجذرية والرئيسية في موضوع التشريع في البحرين. هذا السيستم هو أسوأ من سيستم النظام البرلماني في تونس والنظام البرلماني في مصر. لا يمكن أن تحقق أي تقدم حقيقي، ولذلك لم يستطيعوا التوانسة سوى تغييره ونسفه بالكامل، وسعوا إلى ذلك بقية الشعوب العربية. هذا ما ندعو إلى أن يحدث تعديل دستوري يتحقق فيه هذا المعنى: الشعب مصدر السلطات، بمعنى إذا أراد الشعب أن يشرع تشريع معين لا يجب أن يستطيع مجلس معين منع هذا التشريع أو الملك يمنع هذا التشريع. يجب أن يكون الإرادة الشعبية تحولت إلى تشريع. فعلا هل ما تريدونه هو مجرد تعديل دستوري ومزيد من الحقوق الدستورية؟ إذا كان فعلا هذا هو مطلبكم، يعني لماذا يجب على هذا المطلب أن يمر بتحريض طائفي وبعنف على الأرض وبمظاهرات وبتصعيد لا يعرف إلى أين سيقود البلاد؟ لو كان هناك عقل يستمع لم يكن يحتاج هذا المطلب أن يمر إلى لا مظاهرات وإلى أي نوع من الجسم، وهذا ما فعل ملك المغرب على سبيل المثال. ولكن لأن ليس هناك من قرار بالموافقة في الأسرة المالكة، والقرار الموجود لحد الآن هو المحافظة على السلطة المطلقة، تشريع ورقابة وقضاء وأمن وإعلام وثروة، وعدم التنازل عن هذه السلطة المطلقة لصالح الشعب، أوجد صدام بين الحالة الشعبية التي تطمح في أن تتمثل. ألم تنص يعني مبادرة أو ولي العهد على أكثر النقاط التي اتفقتم عليها في وثيقة المنامة؟ كيف تقول أنه ليس هناك إرادة؟ مبادرة ولي العهد يجب أن تؤخذ إلى الخطوة الأخرى من أجل أن تتحول إلى عندما يقول ولي العهد أنها حكومة بإرادة شعبية. ما هي الحكومة بإرادة شعبية؟ نقول نحن الحكومة المنتخبة، ويقول الحكومة هذه يجب أن تتحول إلى صيغة دستورية أن الشعب هو الذي يعطي هذه الحكومة صلاحية وجودها في الأصل وصلاحية وجودها. ولكن كيف يمكن الوثوق بهذا الكلام سيد سلمان يعني وأنتم تأخذون أوامركم من إيران؟ هكذا تقول الحكومة. يعني سمو ولي العهد فقط أطلق هذه المبادرة في اليوم 13 مارس، ثم جت الدبابات في يوم 15 مارس لتسحق هذه المبادرة قبل أن تسحق جماجم الناس. ما الذي سحقته؟ سحقت مبادرة ولي العهد وألغتها. حفظت على الأمن. درع الجزيرة حفظ على الأمن، ليس كذلك؟ درع الجزيرة زاد الأمور سوءا، لأنه تدخل من دولة أخرى في شؤون دولة أخرى لا تغطيه اتفاقية مجلس التعاون، وهذا الجميع يعرفها، وهذا رأي معلن لسمو أمير الكويت ومصرح فيه. هذا التدخل أدى إلى تعقيد الأمور ولم يكن له حاجة. وسمعت أيضا بأنه تم تضليل السعوديين في هذا الموضوع، بأن
قال ترى إيران راح تتدخل وأن هناك وأن هناك، ثم تبين كل هذا الكلام وفقا لتقرير بسيوني ومن دون تقرير بسيوني بأنه كلام لا أساس له من ولكن الصحة. بسيوني نفسه قال أيضا إن قوات درع الجزيرة حمت الأمن ولم تقترب لا من متظاهرين ولا من مواطنين عزل كما قالت المعارضة في أكثر من مناسبة. السيد بسيوني لم يقل بأنها حمت الأمن، وإنما قال لم تدخل في مواجهات مباشرة مع المواطنين، وسنحترم هذا التقدير، مع أن عندنا معلومات بأن هذه القوات وقوات الجيش لحد الآن تلبس اللباس العسكري البحريني مال الشرطة لتقوم بمواجهة المحتجين، ليس في صورة لباس درع الجزيرة، ليس في صورة لباس الجيش البحريني، ولكن في صورة لباس شرطة البحرين، وتقوم بمكافحة الناس المتظاهرين والمتواجدين. وهذا ما يبرر وجود أعداد هائلة من الشرطة في البحرين تلبس هذا اللباس، وهذا يدفعكم أكثر إلى الارتماء في أحضان إيران. كل ما نقول لا، نحن لا نريد لإيران أن تتدخل في بلدنا، ونرفض التدخل الإيراني كما نرفض التدخل السعودي. يعني أنت تقول أن هناك تدخل إيراني؟ لا لم يكن هناك. الآن ألا ترعى إيران بعض المعارضة وتقدم لها الدعم بالإعلام وبالأموال وبالدعم اللفظي وبالتوجيه؟ كل ما ينتهي إلى الكلام عن مسألة تدخل إيران هو في حدود الدعم الإعلامي الذي تشكل محطة العالم. ليس هناك ادعاء أكثر من هذا، ليس هناك ادعاء من أكثر من هذا، وهذه محطة إعلامية. حتى المعارضة خروجها عليها هي خروج محدود وقليل، وبالتالي هناك شعب يطالب بحقوقه، لا علاقة لإيران بهذا الموضوع. سابق شعب البحرين في مطالبته السياسية سابق على وجود الثورة الإسلامية في إيران، ولن يتوقف أيا كان ما يجري لإيران. في آخر اجتماع له إلى القول إن التحريض المذهبي الذي تمارسه إيران يعتبر من أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الخليج. ألا تقوم إيران فعلا بتحريض مذهبي في البحرين؟ ما يقول دول مجلس التعاون لا يتحول إلى حقيقة. نحن في البحرين شعب عربي مسلم، متمسكين بعروبتنا، متمسكين بإسلامنا، متمسكين بوطنيتنا. نريد أن نصنع من بلدنا المتخلف سياسيا في الوقت الحاضر بلد متقدم سياسيا، من أجل أن نخوض عملية التنمية. المتخلف سياسيا؟ أليست البحرين من أكثر الدول الخليجية ممارسة للديمقراطية؟ إذا اعتبرت ديمقراطية زين العابدين ديمقراطية، وديمقراطية حسني مبارك ديمقراطية، وديمقراطية بشار ديمقراطية، فنعتقد نحن ديمقراطية. أما إذا اعتقدت بأن هذه الأنظمة كانت ديكتاتورية فنحن أسوأ ديكتاتورية منها، لأن لا نملك حتى يعني نصف ما كان يملكه التونسيون أو نصف ما يملكه المصريون. الآن البحرين خوفا من هذا التحريض المذهبي الذي تقول إن إيران تمارسه تريد أو تفكر في حالة الاتحاد مع السعودية. أنتم كشيعة معارضين بحرينيين كيف تنظرون إلى هذا الكلام؟ نحن كخليجيين ومثقفين خليجيين عرب نقول فكرة الاتحاد فكرة إيجابية، ولكن أي اتحاد، عن أي اتحاد تتكلمون؟ هل الاتحاد هي عبارة عن وجبة خفيفة يمكن أن يتفق عليها الملك عبد الله مع ملك البحرين ولا أحد يعرف، لا من الإعلاميين لا من المثقفين لا من المفكرين؟ هل الاتحاد هو كلام كما كان يطلق معمر القذافي، يتحد يوم مع مصر ويوم يتحد مع أفريقيا ويوم يتحد مع لا أعرف؟ هل الاتحاد بهذه الطريقة؟ نقول إذا كانت في مشاريع استراتيجية بهذه يجب أن يكون هناك نقاش شعبي حولها، ويجب أن تكون محل موافقة شعبية، ويجب أن تكون محل استفتاء شعبي كما عمل الأوروبيون في اتحاد عملة عمل استفتاء. هم يقولون أن هناك برلمان، وهذا البرلمان انتخبه الشعب، والبرلمان الآن موافق على هذه الفكرة. هذا البرلمان الموجود هو يعني كل من أعطاه صوت 60,000. كتلة الوفاق التي انسحبت لديها 80,000 صوت. هذا البرلمان ليس برلمان حقيقي وفاقد لأي سند شعبي ولا أي تمثيل شعبي حقيقي، وبالتالي لا يمكن أن نقول البرلمان يمكن أن يفوض. لا، هذا قرار شعبي. ماذا ستفعلون إذا ما أصبحت هذه الفكرة أمرا واقعا؟ نحن أعلنا عن وجهة نظرنا، قلنا هذا قرار يجب أن يعود إلى الشعب السعودي ويعود إلى الشعب البحريني ويعود إلى الشعوب الخليجية. البقية مفكرين الخليج، الأخ أحمد السعدون قال الديمقراطية تسبق فكرة الاتحاد، الإصلاح يسبق فكرة الاتحاد. كل مفكرين الخليج قالوا لا يمكن أن ينشأ اتحاد فوقي ناجح. هذه مجرد إضافة مشكلة إلى مشكلات. إذا أردتم أن نتحرك بهذا الاتجاه اجعلوا الشعوب تشارك في إدارة شؤون البلاد، اجعلوا الشعوب تتحدث وتتحاور حول هذا الموضوع، ونحن نأمل أن نصل في يوم من الأيام إلى اتحاد خليجي حقيقي يقوي هذه المنطقة ويحفظ مصالحها. ولكن هناك يعني يقول البعض أنه إذا كانت السعودية
تفكر في الاتحاد مع البحرين، فهل سيجعل هذا الأمر من شيعة البحرين يفكرون في الاتحاد مع إيران، أو ربما يعني الانفتاح أكثر على إيران؟ نحن لا نريد الاتحاد مع إيران ولا نريد الاتحاد مع السعودية بهذه الطريقة، لأن هذا ابتلاع. نحن بلد صغير سكانيا وجغرافيا، نريد أن نحل مشاكلنا فيما بيننا حقيقة، ونريد أن نصل إلى حل عاقل منطقي يحفظ مصالحنا جميعا، ويبقي المملكة العربية السعودية ويبقي إيران على مسافة من شؤوننا. هذا ما ندعو له. لسنا نحن من دعا قوات خارجية للدخول والاستعانة بها على شعبه، هو غيرنا. نعم، ولكن هذه القوات كما قلنا لم تدخل من دون استشعارها بالخطر الإيراني على البحرين. هذه كذبة تبينت، ليس هناك من خطر إيراني وليس هناك، يعني كم عدد القتلى الإيرانيين التي أسرهم درع الجزيرة حتى تبين أن لا شيء. شيخ علي، هل أنت إيراني الهوى؟ أنا عربي، أنا مسلم، أنظر إلى إيران دولة مسلمة جارة، أريد أن أقيم علاقات مستقرة معها، لا تتدخل في شؤوني ولا أتدخل في شؤونها، لا في شؤون البحرين ولا في شؤون أي دولة عربية. هل تعتبر نفسك بحريني أولا أم شيعي أولا؟ أنا بحريني، والشيعية والمسلم لا يتعارض مع الوطنية. لا يجب أن نخلق صراعات بين الإسلام والوطنية، بين العروبة والوطنية، بين العروبة والإسلام، بين البحريني. لا، أنا إنسان مواطن بحريني مسلم أنتمي للمذهب الشيعي، ولا تناقض بين هذه الأمور. فيستطيع الإنسان أن يعيش بمواطنيته ويحتفظ بدين أيا كان ويحتفظ بمذهب أيا كان، ويكون جزء فاعل في هذا المجتمع، له حقوق وعليه واجبات. أليس هذا هو الواقع الآن؟ أليس هو الواقع الآن في كثير من دول العالم العربي؟ الانتماء الطائفي يغلب على مفهوم المواطنة. كل هذا أعتقد يرجع بسبب فشل سياسات الحكومات التي عملت على تقسيم المجتمعات قدر استطاعتها، دينيا، مذهبيا، عرقيا، من أجل أن تبقى في السلطة. وهذا ما يستخدم نظامنا في البحرين، يمنع تقارب السنة والشيعة. نعم. إذا أحد حاول أن يتقارب منهم سياسيا أو اجتماعيا يرسل له الرسائل التي تخوفه وتمنع من هذا التقارب. الناس تستطيع أن تعيش على قواعد المواطنة وقواعد الدستور والقوانين المنظمة، ويبقى الدين محترم يمارس في مكاناته المناسبة إليه ولا ضير في ذلك. من أجل هذه الفكرة أصبت في كتفك في إحدى التظاهرات مؤخرا. هل تعتقد أن فكرة الديمقراطية وفكرة المواطنة والحقوق تستحق أن تدفع حياتك ثمنا لها؟ تستحق، لأنها مركز الإصلاح الذي سيحول حياة بالنسبة لنا في البحرين مئات الآلاف إلى حياة مستقرة وإلى أمل في مستقبل مستقر لأبنائهم. لذا أعتقد بأن هذه تضحية بسيطة ممكن أن يقدمها الإنسان في سبيل بناء وطنه. هل تعتقد أنك كنت مستهدفا عندما أتتك هذه الطلقة في كتفك، أم أنه كان حادث عرضي؟ عندما أعيد مشاهدة هذا الفيديو لا يترك أي مجال للشك بأن كان هناك استهداف مباشر. ما الذي كانوا يريدوه؟ لماذا يريدون قتل علي سلمان الداعي إلى الحوار؟ ربما التخلص من هذه المعارضة السياسية المتزنة المعتدلة العاقلة، ولكنها تشكل إحراج سياسي، محاولة للضغط عليها، محاولة للتخلص من بعض رموزها، وبعد ذلك إلقاء الموضوع على خطأ من رجل الأمن ومحاسبة هذا رجل الأمن. هل أنتم في حركة الوفاق تقعون بين مطرقة النظام وتطرف بعض المعارضة، وبالتالي تكونون أنتم الحلقة الأضعف؟ نحن نحاول أن نخرج ببلدنا إلى بر الأمان. المشكلة الرئيسية أن هذا النظام لا يفكر بهذه الطريقة ولا يسمع لهذه النداءات، ولو سمع لكانت يدنا الممدودة على طول 10 سنوات من إصلاح شكلي، محاولة لتجدير هذا الإصلاح وتحويله إلى برامج يشعر فيها الناس ويقتنعون. وقلنا هذا عشرات المرات. هناك خطر عندما لا تنجح هذا المشروع الإصلاحي الشكلي وتحوله إلى تجدير حقيقي يتلمسه الناس، سيثور الناس عليه وينتفضون. لم يسمعوا هذا.
الآن إجت أحداث تونس فسرعت هذا الموضوع. لذا ما استمر النظام في رفض الإصلاح الحقيقي هو سيصل إلى حد الاصطدام مع شعبه كما هو موجود، ولن تنتهي هذه الحالة إلا ببداية أن يسمع النظام ومن في يده القرار والقوة إلى طلبات هذا الشعب العادلة. ولكن في موضوع البحرين تحديدا، وحتى نختم هذا اللقاء، يبدو العالم كله متفق على معاداتكم كمعارضة بحرينية، فما هي خياراتكم في حال بقي الحوار معلقا؟ هل ستلجؤون إلى السلاح؟ لن نرجع إلى السلاح، سنتمسك بسلميتنا، سنتمسك بوطنيتنا، سنتمسك بدعوة إخوتنا في هذا الوطن إلى سماع صوت العقل والخروج برؤية سياسية تحقق مصالح الأطراف. والحمد لله ليس العالم كله يعني معاكس لنا، لا نجد حتى في دول الخليج هناك من رسميا هناك من يتفهم مطالبنا، شعبيا هناك قطاع واسع جدا متعاطف معنا. في كل دول الربيع العربي الشعوب والحكومات الحديثة هي قريبة من وجهة نظرنا وتناصر هذه الوجهة. المجتمع الغربي الذي يملك الصلاحيات والنفوذ يتحدث بلغة دبلوماسية برغماتية، ولكنه أيضا يصل إلى حد ضرورة إجراء حوار سياسي للاستجابة لمطالب شعب البحرين وتحقيق مصالح جميع الأطراف في البحرين، وهذا أيضا شيء بالنتيجة النهائية يعني يصب في صالح المعارضة، وبالتالي الغالب العالم معنا. نعم لا يتحول هذا الوجود إلى دعم إعلامي أو دعم سياسي أو دعم حقوقي بالدرجة المطلوبة لنصرة قضية عادلة وهي المطالبة بالحرية والديمقراطية، ولكننا نؤمن بقوة شعبنا، قوة عدالة قضيته، صوابية حركته، وبالتالي سيأتي مزيد من الناس إلى نصرته وستتحقق هذه المطالب، وهذا ما نتفق عليه جميعا. يعني شيخ علي السلمان، شكرا جزيلا لك.